السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل فيه القرص الفلاحي. هنعملها ساده ومحشيه بالطريقه الاصليه بالظبط، وكمان هنقول العجينه المظبوطه ليها وكمان طريقه السوا. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. بس الاول لو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس وما تنسيش اللايك. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف عملناها ازاي. هجيب بوله كبيره. دلوقتي معايا 2 كيلو ونص دقيق. هنخلهم الاول كويس. لازم طبعا ادخل الدقيق، حتى لو الدقيق برضو متاكده ان هو نضيف ما فيهوش حاجه لازم ادخل فيه هوا، لان دوت بيساعد على ان القرص كده بتكون هشه وتكون العجينه بتاعتها مظبوطه. حطيت عليها معلقه صغيره ملح، قلبتها كويس في الدقيق. ودي معايا بقى الخميره، دول معلقتين كبار كده خميره بيره. ممكن تحطي برضو كيسين من الخميره البودره او معلقتين كبار مليانين من الخميره اللي هي البودر. دلوقتي دي الخميره البيره حطيت عليها 4 معالق سكر، وحطيت عليها معلقتين 3 لبن كده ودوبتها فيها كويس عشان خاطر الخميره تنشط معايا. وبعد كده حطيتها على الدقيق، نقلبها كويس. وده حوالي نص كيلو لبن كده معايا راب بقى زبادي. فطبعا القرص دي احلى حاجه فيها ان هي تكون باللبن الرايب. وكمان جبت كيلو اللبن التاني، حطيت عليه معلقتين خل وسيبته كده 10 دقايق وهو دافي. عمل معايا برده زي الزبادي كده او زي اللبن القاطع. دلوقتي بقى نزلت باللبن. انا عارفه ان دول 2 كيلو ونص دقيق هياخدوا معايا حوالي كيلو وربع لبن. فده كيلو لبن والنص كيلو الزبادي. لو لبن صافي هياخد كيلو وربع او ممكن يزيد حاجه بسيطه، لكن عشان طبعا الزبادي بيكون تقيل مش بيخلي العجينه طريه معايا قوي زي اللبن. قلبتها شويه بقى كده، عجنت شويه كده، شربت العجينه كده من اللبن او الدقيق، شربته اللبن والزبادي. ودلوقتي بقى هجيب الزبده. انا عايزه اعملها بالزبده دي، القرص الفلاحي الاصليه بتتعمل بالزبده. ده نص كيلو زبده او حوالي 600 جرام، ممكن يزيد شويه عن النص كيلو. على الاتنين كيلو ونص دوت هتكون القرص معايا حلوه. ممكن تزودي برضو 100 جرام بس زياده، اكتر من كده لا، عشان خاطر القرص ما تبقاش دايبه قوي، ما تكونش شايله معاكي وطريه. حطيت بقى الزبده. طبعا الزبده انا مطلعاها من التلاجة من بالليل بدرجه حراره المطبخ، طريه جدا. حطيتها بقى في العجينه وابتدي اعجن فيها. في الاول هتفتح معايا شويه وخليني اعجن فيها لحد ما تديني بقى العجينه المظبوطه كده. خلاص لمت معايا، بس لقيت العجينه محتاجه حوالي نص كوبايه لبن بس. حطيت لها نص كوبايه لبن عشان خاطر طبعا احنا في الشتاء. لو في الصيف سيبيها جامده شويه، في الشتاء فبتحط لها اللبن بتبقى طريه، بتكون سهله معاكي في العمايل، وكمان بتكون هشه وخفيفه كده. العجينه بتاعتها مظبوطه وحلوه قوي. انا مش هسيبها تخمر لانها تخمر في ايدي بقى بعد ما اعملها وبططها. هسيبها بعديها نص ساعه بس هتكون خمرت. دلوقتي بقى هبتدي اقطعها اكورها كده. حطيتها على صينيه وممكن تحطيها على الرخامه، وبايدي طبعا مش محتاجه دقيق ولا اي حاجه لانها طبعا بسمنه ولبن فما بتلزقش. العجينه طريه بس مظبوطه وحلوه قوي. عملتها كور كده قد البيضايه كده، او الحجم بقى اللي انت عايزه تصغري عن كده او تكبري براحتك. انا عملت الحجم الوسط ده. هقطعها كلها بقى، احاول كده ايدي تكون ميزان كده ويكون الكور كلها قد بعضيها. طبعا على ما قطعتها كلها كانت ارتاحت، فبدات بقى اخد من الاول وافردها كده على طول. اخلي السمك بتاعها كده حوالي سنتي، مش اقل من كده عشان خاطر تشيل معاكي. طبعا انا لو رققتها عن كده مش هتكون شايله قوي، وفي نفس الوقت ما خليهاش اتخن من كده. يعني السمك ده كده مظبوط، ولسه طبعا هتخمر تاني وهترفع. انا ببططها بقى كلها، ممكن احطها كده في وش بعض، ان احط كل وش واحده في وش التانية كده. بتكون حلوه قوي، بتخمر بسرعه كمان، وكمان وشها بيكون طري وحلو، مش بينشف ولا اي حاجه. فانا بحطها كده، بتوفر مكان كمان عندي في الصينيه. يعني وفرت مكان كمان عندي في الصينيه، وفي نفس الوقت اضمن ان هي وشها يكون طري وحلو. هقلبهم بقى كلهم كده على بعض، اخلص الصينيه دي وكمان اعمل الباقي. وهعمل جزء كمان بالعجوه. السمك اهو مناسب جدا وحلو قوي. كده خلصت الكميه بقى اللي انا عاملاها ساده، وعملت كمان شويه بالعجوه. بفرد برضو كده، بكور العجوه كده. انا عملتها العجوه دي هرستها كده بحبه زبده او سمنه، معلقه زبده او سمنه كده هرستها بيها عشان خاطر تكون طريه في قلب القرصه ما تنشفش. وعملتها كور وبفردها بقى كده، واحط الكره في قلب القرصه واقفل عليها كويس. الم عليها القرصه بالطريقه دي كده كويس، وبعد كده ابططها على طول. افردها بقى حاجه بس طبعا بتكون اتخن شويه عشان خاطر فيها العجوه. اعمل بقى الكميه اللي بالعجوه كلها عندي بنفس الطريقه. وبعد ما اخلصها بقى كلها قفلتها كلها كده وفردتها بسكينه بقى صغيره، واعمل عليها علامات كده. في نفس الوقت بتستوي، وكمان بيكون ليها شكل كده مختلف عن القرص العاديه، بيكون شكلها زي بتاعه الفرن بالظبط. وبعد ما خلصتها بقى سبتها حوالي ساعه، كانت خمرت ووصلت معايا بالشكل ده. رفعت كده معايا، بقت منفوخه كده وحلوه. طبعا انا ما خلاهاش اتخن من كده عشان ما تكونش نيه من جوه. بعد ما خمرت طبعا ولعت الفرن بقى، سبته حوالي 10 دقايق كده على 220. لازم يكون الفرن سخن، لازم تخش على فرن سخن، يكون ولع بقاله شويه وسخن جدا عشان خاطر تستوي معايا على طول وما تنشفش. القرص طبعا رفعت معايا على طول، بقت شايله كده وطريه وحلوه قوي. حطيتها على حراره 220، بتاخد معاكي حوالي ربع ساعه. حطيتها الصينيه على الرف اللي فوق الصاجه على طول،
ولو خدت لون معاكي من تحت ولسه ما احمرتش من فوق، شغلي لها الشوايه دقيقه واحده بس في الاخر. طريه جدا، طريقه سواها حلوه قوي، وكمان العجينه بتاعتها هشه جدا وطريه. وكمان الجزء اللي انا عملته بالعجوه، العجوه فيه دايبه خالص وحلوه قوي من معلقه الزبده اللي احنا حطيناها. بس كده القرص جميله قوي وطريه. دي القرص الفلاحي الاصليه بقى اللي هي متكلفه زبادي وزبده. طبعا ممكن تعمليها بالسمنه او تحطي عليها زيت على سمنه زي ما انت عايزه، او ممكن تعمليها كمان بميه على لبن زي ما انت عايزه براحتك. لكن طبعا كل ما بتكلفيها دي القرص الفلاحي بقى الاصليه، تديكي طعم القرص الفلاحي الاصليه. بس كده اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.